مع اقتراب شهر الخير والبركة، يزداد البحث عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2026، وكذلك موعد عيد الفطر. في هذا الفيديو نوضح لكم التواريخ المتوقعة فلكياً لبداية شهر رمضان لعام 2026 مع التنبيه المهم حول الرؤية الشرعية. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، فضلاً لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو دعماً لنا. والآن ننتقل إلى التفاصيل. بحسب الحسابات الفلكية الدقيقة، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026 هو يوم الأربعاء الموافق 18 من فبراير عام 2026، والموافق الأول من شهر رمضان لعام 1447 هجرياً. أما تحري هلال شهر رمضان فسيكون مساء يوم الثلاثاء 17 من فبراير 2026، حيث تقوم الجهات المختصة في الدول الإسلامية برصد الهلال لتأكيد بداية الشهر الفضيل. وبناء على التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 29 يوماً، وقد يمتد إلى 30 يوماً، وذلك حسب الرؤية الشرعية. أما بالنسبة إلى عيد الفطر المبارك، فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 20 من مارس 2026، وهو الأول من شهر شوال لعام 1447 هجرياً، وذلك في حال ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس. ونؤكد هنا أن هذه التواريخ تقديرية فلكية، ويظل الإعلان الرسمي لبداية شهر رمضان وعيد الفطر مرتبطاً برؤية الهلال الشرعية وقرارات الجهات الرسمية في كل دولة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعله شهر خير وبركة ومغفرة، وأن يعيده علينا وعليكم باليمن والإيمان. وفي الختام، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، وشارك الفيديو مع من تحب. واكتب لنا في التعليقات: هل تفضل الحساب الفلكي أم الرؤية الشرعية؟